السلام عليكم. اليوم في مطبخ أمي ان شاء الله راح نبداو الحلويات تاع العيد ان شاء الله يا ربي. واش راح نحتاج 200. اليوم واش راح ندير لكم؟ اولا نهضروا على الحلوه اللي حنديروها. راح ندير لكم اصابع الشوكولا. هاد الحلوه تجي بزاف بنينه وتجي خفيفه. كاين واحد الاخت اللي طلبتها مني، راح نديرها لكم. واش راح نحتاجو 250 غرام تاع لا مارغرين تكون طريه، كوني خرجتيها من قبل. راح نحتاجو نص كاس تاع السكر كلاصي، هذا هو، ونص كاس تاع لا مايزينا. الكاس هذا اللي في 240. نص كاس تاع السكر كلاصي، نص كاس تاع لا مايزينا، 3 مغارف كبار تاع الكاكاو من الاحسن الاسود اللي يكون مكحل، زوج بيضات كاملين، نص كيس تاع خميره الحلوه. يعني هذا الكيس فيه 10 غرام، انا حنستعمل 5 غرام فقط. وفرينة الدار باش نلم العجينه تاعي. هاد الفرينه مليحه بزاف خاصه المبتدئات. العجينه ماشي راح تعذبها، ويعني هاد الفرينه ما فيهاش الجلوتين بزاف. نبداو بطريقه التحضير مباشره. اذا هنا عندي لا مارغرين تاعي، نديرلها السكر كلاصي، لا مايزينا تاعنا دائما نفس الطريقه. ندير كلش مع بعض. هنا ندير زوج بيضات، ونغربل هذيك الكاكاو اللي هو 3 مغارف كبار. انا نعاود لكم من الاحسن ديروا الاسود باش الحلوه تاعنا تجينا شابه. لازم نغربلوه شويه دوك الكويرات اللي نصيبوهم في الكاكاو كي يضربوا الهواء يدير لي يغمو. اذا نغربلو مليح. اذا نوجدوا الفرينه تاعنا نفتحوها بهذه الطريقه. نوجد نفتح خميره الحلوه تاعنا هكذا باش نجهزوا رواحنا، تكون الخدمه تاعنا سهله. ونبدا نخلط في هذه المقادير مع بعض. انا دائما ننصحكم بالكاكاو البني، لكن في الحلويات الجافه لازم الكاكاو الاكحل. نبدا نخلطو مليح. شوفوا المارغرين كي تجبديها من قبل راح تجيك سهله في الخدمه. يعني المقادير راح يتخلطوا تمتم، تحصلنا على كريمه كما رانا نشوفوا. نبدا ندير في الفرينه غير بشويه، وندير عليها نص كيس تاع خميره الحلوه، وندلم في العجينه تاعنا. نعاود الخميره نص كيس فقط في 250 غرام. شوفوا الطريقه كيفاش نلم، يعني ندور الطبسي تاعي في نفس الوقت راني نلم في العجينه تاعنا. نزيد اذا ندير الفرينه تنحصلوا على عجينه تكون طريه وما تتلصقش في اليد. اذا ها هي العجينه تاعي كما قلت لكم، المهم طريه وما تلصقش في اليد، يعني ما تخلوهاش يابسه باش الحلوه تاعكم تجيكم بنينه. الان نبدا نشكل في الحلوه تاعي. كيفاش نشكل الحلوه تاعي؟ نديروا الطريقه مع بعض. نحكم شويه تاع العجين ونديروا حربوش. تبعوا مليح الطريقه كيفاش نديروا هكذا. ونبدا ندير في الحربوش تاعي، ما نديروش خشين بزاف لانه فيه الخميره. بهذه الطريقه رانا نشوفوا. اذا نجربوا كيفاش يكون كامل نفس السمك الحلوه تاعنا. من بعد نبدا نقطع اصابع بالموس بهذه الطريقه. الطول تاع الحبه كما حبيتوها نتوما، هذه يعني حوالي 4 صباع. من بعد نعبر على الحبه هذيك ونديرهم كامل كيف كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. هكذا نشكلوا الحلوه تاعنا. ها هي الحلوه تاعنا شكلتها. الان راح نكمل كامل العجينه تاعي بنفس الطريقه. نصفهم في السنيوه وندخلهم الفرن على 180 درجه حتى يطيبوا ينشفوا لنا فقط، يعني مش راح يحمروا لانهم فيهم الكاكاو. نعاود نتلاقى بهم
بكم ان شاء الله حتى يبردوا تماما باش نعملوا لهم التزيين. اذا هنا راني حكمت، هنا الحلوه تاعي ها هي طابت وخليتها تبرد، درتها في السنيوه. هنا عندي الشوكولا لي طلي، انا استعملت هذا النوع هذا، المهم تكون شوكولا لي طلي. استعملت السوداء، هنا ذوبتها حمام مائي كما رانا نشوفوا. بعد ما تذوب واش نديرلها، اما شحال نستعملها هكا ديريكت، نحبوها تجي تبري الشوكولا تاعنا. نزيد لها شويه تاع الماء السخون فقط، كميه قليله، حوالي 2 مغارف كبار، ونخلط ونشوف. تبعوا مليح هذه المرحله. هنا راح تحسوا ان الشوكولا تاعكم راهي فسدت، بالعكس ما تخافوش منها. شوفوا كيفاش ولات لنا. نزيد لها شويه، حوالي 2 مغارف واحد اخرين، يعني على حسب الكميه تاع الشوكولا تاعكم. ونزيد نخلط بهذه الطريقه. تبعوا مليح الطريقه. هنا تحسوها بلي الشوكولا تاعكم خلاص راحت من يديكم، لا بالعكس. نزيد لها شويه. هنا انت تتحكمي في الكميه، لكن ديري غير بالعقل باش ما نجروهاش. نزيد نخلط، لانه لو كان ديريها هكذاك ماشي راح تجيك بغيونط، يعني لو كان غير تذوبيها وديريها مباشره ماشي راح تجيك تبريي. نزيد نخلط، راهي قريب. شوفوا كيفاش ولات لنا. نزيد لها شويه ونخلط. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي نستعملوا فيها. كاين بزاف اخوات كسوني على الطريقه كيفاش نديروا الشوكولا اللي طالع باش تجينا تبريي. هذه هي الطريقه، يعني عملتها لكم بالتفصيل. ونخليها دائما فوق حمام مائي. هاي بدات تبريي، شوفوا كيفاش ولات لنا. نزيد لها كميه قليله فقط، يعني زيدوا غير بشويه وخلطي وشوفي. ما تضيفيش كميه كبيره ومن بعد تجري لك الشوكولا تاعك ومن بعد ما تيبسلكش. شوفوا كيفاش ولات لنا، ان شاء الله راهي تبان لكم. شوفوا كيفاش هي تبريي وراهي غامقه. اذا راح نزيد لها حاجه قليله، يعني كل مره زيدي مغرف وشوفي. كاين يقولك ديرلها الحليب، كاين يقولك الزيت، لا ديري لها غير الماء. ها هي الشوكولا تاعنا واجده. شوفوا تولي تبريي وتزيد تغمق في اللون تاعها. نبدا نكلاصي الحلوه تاعنا. نبدا ندخلها مليح كامل الوجه تاعها بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش جات تبريي. نزيدو حبيبه، ودائما خلوها في الحمام مائي باش ما تيبسناش وتخدمي يعني في غرضك. شوفوا كيفاش جاتنا. اللي تحب دير الشوكولاته تاع الحليب دير، ونفس الطريقه يعني. ها هي. اذا راح نكمل نكلاصي كامل الحلوه تاعي ونخليها تبرد باش نكملوا التزيين تاعها بالشوكولا البيضاء. اذا راح نكمل، راني درت هنا 3 حبيبات، نكمل كامل الحبيبات الاخرين ونعاود نرجع لكم. اذا هنا بعد ما نشفت الحلوه تاعي، هنا واش درت انا، حكمت شوكولا بيضاء ثاني تاع كلاصاج، ذوبتها حمام مائي. الشوكولا البيضاء ما نزيدوا لها ولا شيء، ماشي كيما الشوكولا نوار زدنا لها الماء، لكن الشوكولا البيضاء ما نزيدوا لها ولا شيء. ذوبتها، راهم يتباعوا هاد الاكياس جوطاب يعني عمليين بزاف. واش ندير، نقطع الطرف هذا غير شويه ونبدا نزين في الحلوه تاعي. خطوط بيضاء بهذه الطريقه. نزيد حبيبه. اذا راح نكمل نزين كامل الحلوه تاعي ونخليها هي تاني تنشف. اذا هاهي الحلوه الجافه تاعي بعد ما درت لها الكلاصاج بلون نشفت. كي تنشف باش نخبوها دائما في علب بلاستيك وغلقوهم مليح، لانه انا في فصل الصيف نخافوا انه الحلوه تاعنا تيبسلنا. نتمنى انكم تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. راح نقسم لكم حبيبه باش تشوفوا الحلوه تاعنا كيفاش عامله. بسم الله. شوف كيفاش دايره، تجي روعه حتى بنتها تجي بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.